صباح النور، كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله تحت الطلب ديالكم بزاف اللي طلبوا مني هاد الطاجين هذا. الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، ولكن هاد المرة ما هو باللحم الغنمي ولا باللحم البقري. غادي نحضروا معاكم باللحم ديال الديك الرومي اللي كيجي معلك وبواحد الطريقة واحد المذاق اللي إلا ما قلت لكمش أنه الديك الرومي ما تعرفوش، لأن المذاق كيجي بحال كتاكل المليجات ديال الغنمي. وغادي نصالح الناس اللي ما كياكلوش الديك الرومي، غادي نصالحكم مع الديك الرومي بهذا الطاجين هذا. باش غادي نحضروه، عندي هنا كيلو ونص ديال المليجات ديال الديك الرومي، وغادي غسلتهم مزيان. بعدا قبل ما ندير لهم هاد الغسله الاخرانيه درت واحد الزلافه، درت فيها شويه الملحه وشويه الحامض، وغادي نحيد لهم داك الجلده ديالهم اللي على برا. الناس اللي كيبغيوها يمكن لهم يحتفظوا بها، ولكن انا راه كان بغيت نجيبو بحال ما تفرقوش ما بين الغنمي. المهم كنحاول نحيد له داك الجليدات كما شتيو. كاينين بزاف د الناس اللي ما كيبغيوش كاع اللحم الغنمي ولا البكري، وكيفضلوا هاد المليجات هادو ديال الديك الرومي. وكاين الناس اللي زعما على قد حالهم هما كيتشهاو هاد الطويجن هذا، وكيجيهم اللحم غالي. هذا كيتقام ب45 درهم، 30 درهم الكيلو. هاد المليجات في المتاجر الكبرى كتلقاهم غير ب30 درهم الكيلو. كيلو ونص جاتنا ب45 درهم. غادي يجي طاجين معلك وما تفرقوش، كليتي ما تفرقوش على اللحم الغنمي. انا كنوجه كنحاول انني نساعد الناس اللي ما عندهمش كيتشاوتوا مع هاد الشيوات. ماشي كلشي في المستطاع ديالو ياكل الغنمي او البقري، وكاين الناس اللي ممنوع عليهم لا اللحم الغنمي ولا اللحوم الحمراء كيلتجؤوا لهاد الدواجن هادو. المهم هانتوما غسلتو مزيان وقطرتو ودرت معاه شويه الحامضه، عاد غسلتو من داك الملحه باش ما تجينيش الملحه كثيره. بالنسبه بزاف منكم كيسولوني على هاد الطاوه هادي. هاد الطاوه هادي شريتها انا، كيقولوا لي منين شريتها من العكاري. كاين واحد في راس الزنقه ديال الجوطيه كيبيع هاد حانوت، كيبيع هاد الطناجر جايبهم من برا. كتكون ثقيله، شوفوا راه ثقيله، راه فيها تقريبا واحد 4 كيلو ديال الوزن ديالها. ثقيله وكطيب مزيان وكطيب بحال الطاجين. وغادي تلقاوها حتى في سوق الرحمه، كاين واحد كيجيب داك الماعن ديال برا حتى هو كيكون حاطهم تما. المهم هادشي اللي في الرباط ها المحلات منين كناخذها. هنا غادي نصبوا هاد الحيمه اللي قلت لك رحيت منها الملحه وشللتها مزيان وغسلتها مزيان. غادي نستعملوا الخرقوم، سكينجبير والابزار والفلفله الحمراء. غادي ندير واحد الراس معلقه باش تعطيني غير اللون. دويمه الزعفران، اللي عنده الزعفران الحر يمكن له يدير الزعفران الحر. الثومه واحد جوج دريسات ديال الثومه. وعندي هنايا الا كانوا بصيله صغيره بحال هذه ديروا جوج، كانت بصله كبيره غادي ديروا غير وحده قد هذه. غادي نحاول انتم شتي من الخيوطه ديال البصله كنمشي العكس ديالهم، كنقطع دقه حدا دقه باش كتذوب داك البصله. الجهه اللي الاخرى ماشي مشكل واخا تقطعوها كبيره. هي المهم الخيوطه كنهرسوهم في رشتوني خديت الخط خفيف في الطنجره. درت الزيت ودرت داك اللحم. غادي نحاول انني نقليه بلا عطريه حتى كياخذ واحد اللون. قليته تاخذ واحد اللون اللي بحال كيتحمر فيه. وضفت له داك البصيله هذيك، وغادي نضيف له حتى الملحه دابا. وغادي نخليه كيتقلى في داك البصيله والملحه باش ما تحرقليش العطريه. انتما راه ضفت الملحه دابا اللي كافيه، وغادي نخليه كيتقلى غير في البصله والملحه حتى يتقلى مزيان. عاد نضيف له العطريه. انا هنايا علاش كنقليها التقليه هذه باش كياخذ داك اللون. كيجي محمر، كيجي اللون ديالو بحال محمر. راه التصوير ما عطينيش حقه لانه راه بدا كيتحمر، ولكن في التصوير مع الاضاءه كانت حدا الشرجم عطاتني الاناره بزاف. المهم راه تحمر من داك الجهه، وغنقلبوا على الجهه الاخرى عاوتاني يتحمر. بالنسبه للزيت كيمكن لكم ديروا واحد الكاس الا ربع. كاين اللي بغيتيو ديروه مخلط، نص زيت الزيتون ونص الزيت الروميه، او ديروا غير زيت الزيتون. المهم انا درت غير زيت المائده. وغادي نقلبوها، نتوما شتيو راه خدات تحميره من التحت
وغادي نخليه واحد شوية داك البصلة كتحمّر معاه حتى تشم واحد الريحة زوينة ديال البصلة. بزاف منكم كيقولوا لي: "واش كتشمي الريحة الزوينة؟" معلوم لا الطياب راه كلّه هو الريحة، هو النَفَس. ملي تشمّوا داك البصلة بدات كتحمّر، ماشي تحمّر كاع بزاف، وإنما كطيح وكتعطي واحد الريحة اللي كتكون زوينة. من بعد عاد داك الساعة غادي نخلّيه هكايا كيتقلّى شوية، والعافية راه ناقصة عليها. المور الأولى كانت مجهدة تاخد هداك اللون، عاد نقصت عليها، وغادي نحضّر عاد من بعد داك التتبيلة اللي غادي نديرها معاه. هاد الطريقة هادي كيمكن لكم حتى إلا كنتيو غادي ديروا الطاجين ديال الديك الرومي، ديروا له هاد الطريقة هادي وتخليوه حتى كيطيب مزيان. ملي كيطيب عاد كتهزوا للحيمة، وداك المريقة هي اللي كترميو فيها الخضرة، لأن السر ديال ديك الرومي باش كيجي بنين ويجي معلّك، كيخصو حتى كيتعلّك مزيان في داك لاصوص ديالو وكياخد داك التعليكة. كنهزو أنا داك الساعة في الطبيصل وكنحطو، وعاد كندير الخضرة طيب، لأن لا طيبتيوه مع الخضرة ما كيجيش داك، كيجي لونه بحال مسلوق، بحال ماشي بنين بزاف. هنا غادي نحضروا داك التتبيلة اللي غادي ندير له. هنا غادي ندير 2 التومات وكنحيد لهم دائمًا داك العرق اللي كيكون في وسط منهم. دابا هاد الطريقة هادي ماشي غير الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، أي طاجين غادي ديروه ديال الخضرة، بحال دابا لا تخضروا بالقريعة ولا تخضروا دائمًا طيبوا اللحم. هاد الديك الرومي كيبغي يطيب بوحديتو، عاد ترميو الخضرة. هاد المقادير وهاد الشي كلّه اللي غادي ندير دابا هو اللي ديروه حتى مع الخضرة. غير هو الفرق أنكم غادي تهزّوا فعاد ديروا فوق منه البرقوق، غادي تهزّوا اللحم وعاد ترميو الخضرة في داك المرقة. هنا إما تحكوا داك البصلة أو ديروها بداك المعاسة. غادي ندير دويمة ديال الزعفران الحُر، ولكن اللي عنده الزعفران الحُر أو ما عندوش يمكن له يستغنى عليه، لأن عندنا الخرقوم. الخرقوم هنايا اللون ديالو هاد النوبة شريته طحنته زعما على يدي، ولكن جا اللون ديالو غامق بزاف. غادي ندير معلقة د الخرقوم، معلقة سكنجبير صغيرة عامرة، ونُص معلقة ديال التحميرة، شتيو غير نُص معلقة ونُص معلقة ديال الفلفل الأسود. وغادي نسقي به هاد عاد هاد اللحم غادي نتبّلو من الفوق. اللي بغا يضيف حتى واحد النوازيط أو واحد راس معلقة ديال السمن يضيفها. أنا في الحقيقة راه كنضيفها غير نسيتها اليوم، كنضيف واحد الراس معلقة السمن كتعطيه حتى هي واحد المذاق اللي كيجي زوين. هنا دابا غادي نخليه كيتقلى في هاد العطرية هادي وكيتشرب، ما غاديش نمرقو دابا، غنخليه غنغطيه ونخليه كيشرب هاد العطرية غير في داك الكويس د الما اللي زدت أنا مع العطرية. راه شتيوني ملي خلطت العطرية درت معاها كاس ديال الما، وغادي نغطي عليه ونخليه كيشرب داك القيمة ديالو حتى يتعلّك وكيبنان. هو الديك الرومي كيبغي يتحزار وكيبغي يتحمر، حيت هو كانوا شحال هادي كيحمروه، كان الديك الرومي كيتحمر. وهانتوما غادي نقص العافية، راه شتيوني نقصتها، وغادي نغطيه ونخليه في داك الكويس د الما كيتشرب مزيان وكيتقلى. من بعد واحد ل5 دقايق ولا هاداك خليته حتى تشرب مزيان داك العطرية. عاد نمرقو دابا وغادي نخليه يطيب على مهلو. نتوما إلا كنتيو مزروبين غادي ديروه في الكوكوط، كنتيو بغيتيو زعما على خاطركم غادي خليوه غير في الطنجرة كيطيب، ونقصوا عليه البوطة وخليوه. كنغطيه بالما لأن حتى هو كيبغي الطياب. هاد المليجات كنحاول ملي كنكون كنشريهم كنقول له عطيني داك الفوقاني ديال داك السوغيدانيو، هو بحال السوغيدانيو داك الفخيط ديالو التحتاني الركيبة. خليته حتى طاب خدا مني تقريبا واحد الساعة ديال الطياب، ومرة كنطلّل عليه لا خصو أميها نزيدها له. المهم حتى يتشحر يولي بحال هكا. بغيتيو تكون فيه المريقة، الناس اللي كتبغي تغمّس يخليوه غير في القياس هذا، ما يزيدوش يشحروه. حنا ما كناكلوش الخبز بزاف، داكشي علاش كنشحروه بزاف. ولكن الناس اللي عندهم الوليدات وبغاو المريقة تخليوه في هاد المريقة، راه خاطرة دابا هاد المريقة معلكة وخاطرة. وبحال قُلت لكم اللي بغا يزيد يقليه أنا غادي نخليه يزيد يتشحر شوية، عاد غادي نحطو. بالنسبة للوز سلقته ودرتو في زيت بارد باش غادي نقليه. كيمكن لكم ديروه غير في الair fryer
تحمّروه أو في الفران، والبرقوق اختاريت برقوق يكون رطب ما يكونش داك البرقوق اليابس، وغادي ندير فيه معلقة ديال العسل، كيمكن لكم ديروا فيه السكر أو ديروا فيه 2 معالق د العسل الناس اللي كتبغي الحلاوة. أنا ما كنبغيش الحلاوة درت غير معلقة واحدة د العسل كافية، ولكن إلا بغيتيوه زعما تجيكم يجي معسّل كتر ديروا 2 معالق. درت واحد معلقة متوسطة ديال الزبدة، وشوية قبيصة ديال الملح، وغادي ندير الماء الزهر. بزاف منكم اللي كيسولوني على الماء الزهر الطبيعي، راه هو هذا اللي ولا في بلاصة هذاك اللي كنت وريتكم العام اللي فات، هذا هو الجديد اللي كاين ديال الدومين، قولوا لهم الماء الزهر ديال الدومين. هنا غادي نرد داك البرقوق نخليه حتى كيتعسل في داك المعلقة د العسل وداك الزبدة، وكيتشحر حتى كتولي نشوفو ولا معلّك ومعسل، ما بقاش بحال هكا. أنا كيف ما شتو أنا راه ما ضفتش فيه الما، غير هو طلق الما ديالو، ولكن كنخليه ضفت له واحد الراس معلقة د القرفة وشوية د المسكة والما الزهر صافي. هنا كيف ما شتيو كنحيد داك العويدات كيكونوا فيه بحال واحد العويدات ها هما شتيهم، هادوك كنحيدهم كنقيهم كاملين قبل ما نحط في الطبسيل. اللي ما عرفش أنني طيبت الديك الرومي يسحب له بأنه ملي جات الغنمي، راه تحلف عليهم ملي جات ديال الغنمي، وعاد بروتينات كيف هذا اقتصادي شوية، وكيجي حتى هو بنين. وبالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش الحمي الدم هذا راه ناقص يدعم على الآخر على الغنمي. شوفوا المريقة كي خاطرة وداك اللوين هذيك نص معلقة اللي درت ديال التحميرة كتعطيه بحال المحمر الفاسي، كيجي بحال المحمر الفاسي تقريبا، وكيجي فيه واحد التعليكة وواحد التحميرة اللي ما شهيتكم فيه، راه لذيذ غير جربوا هاد الطريقة حتى الناس اللي مخاصمين معاه تصالحوا معاه بهاد الطاجين هذا، لأن راه كيجي كاين اللي ما كيعرفش يطيبوه وكيبقى يقول لك لا راه ما كيجيش زوين. لا راه هو غير كيبغي التقنية باش طيبوه، كيبغي بحال دابا تعلكوه وتحيدوه عاد ديروا الخضرة اللي كنتو ديروه بالخضرة بحال اللي قلت لكم، أولا إلا كان غادي يطيب هكا خصو يتشحر ويتعلك ويتحمر بحال هكايا. دابا غادي نضيف له داك البريقات اللي معسلين غير في قياسهم، ما محلوينش بزاف وجاو رطيبين وزوينين، طاجين ما شهيتكم فيه. كنتمنى أن الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة مرحبا بكم فيها، والأوفياء ديالي ما تبخلوش عليا بالإعجاب والتعليق الزوينة ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء حتى أن المنفعة تعم الجميع. وكان هذا هو الطبق ديالنا اليوم الشهيوة بحال اللي طلبتيو مني بزاف منكم اللي كنلقى في التعاليق، حيت كنت قلتها لكم في الحلقة اللي فاتت كلشي كيسولني عليه داكشي علاش صاوبته، وضفت له داك اللويزات مقليين وتحلف عليه طاجين ديال الغنمي، كيجي لذيذ بزاف. إن شاء الله ترقبوا الحلقة المقبلة، غادي نحضر معكم واحد المشاوي ديال الطحال اللي كيفاش كنعمروه. أنا راه اليوم لقيته غير ب10 دراهم في العكاري، وباقا 4 أيام للعيد، غادي نحضرو معكم في الفران ومشويين صغيورين. وإلى اللقاء في حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله.